Anything else, madam? Yes, clean all my shoes with no mistakes. You know how expensive they are. Yes, madam. يا ليلى حرام عليكي، البنت ما قعدتش دقيقه من ساعه ما جيت. جيزه ايه اللي هتلمعها لك دلوقتي بس؟ يا ملك أنا معوداهم على كده. يا مفتريه بطلي افترى عشان ربنا يكرمك. افترى ليه؟ وبعدين هي بتاخد قليل، دي بتاخد بالدولار، وشوفي الدولار وصل كام. مش كفايه بقى خناقه على الشغالات؟ خلونا في اللي احنا جايين نتكلم فيه. والله أنا ما كنتش عاوزة أوجع دماغك بالموضوع ده، بس هي اللي أصرت. وانت كنت عاوزاني اعمل ايه؟ اقعد اتفرج عليكي وانت بتخربي بيتك؟ وكان لازم اتصرف واعمل اي حاجه. اضطريت ابعت اجيب اختك طالما كلامي معاكي مش نافع. قلت يمكن هي تقدر تعقلك. هي ملك هي اللي هتعرف تعقلني؟ ده هي محتاجة حد يعقلها أساسا. ملك ست العاقلين ما شاء الله عليها، واخده بالها من جوزها ومن ولادها، محافظه على بيتها وعلى عيشتها. هي دي عيشة أصلا؟ لا بقول لكم ايه، هو انتوا جايبيني هنا عشان تتكلموا عني ولا عن ليلى يا ماما؟ في ايه؟ لا طبعا عن ليلى يا بنتي. طب فهميني ايه اللي حصل. انا قاعده معاها بقالي مده، مش مرتاحه للي هي بتعمله. جوزها امبارح طول الليل بيشتكي منها. والله لا خرب بيته على الحركة دي. شفتي اختك واللي بتعمله؟ انا برضو مش فاهمه يا ماما، ايهاب اشتكى لحضرتك من ايه؟ الراجل تعبان طول الوقت، طلباتها ما بتخلص، وكمان لا بتهتم بيه ولا بتهتم ببنتها، وكمان مش عاجبها. في قالوا لي يا حبيبتي بس مين مضايقك وانا موتهولك. لولا يا حبيبتي ايهاب راجل كويس جدا وبيحبك ومستعد يعمل اي حاجه في حياته عشان يرضيكي. في ايه بقى؟ بقول لك يا ملك، شغل الحب الشفوي بتاع إيهاب ده أنا ماليش فيه، وأنتي عارفة كده كويس. امال ليكي في ايه يا ليلى؟ يعني اللي بيحب حد لازم يثبت له. انت عايزه الراجل يعمل لك ايه؟ إذا كان على عمايل في حاجات كتير، وبعدين أنا مش أقل من حد. أنا حلوة وصغيرة، وأي راجل يتمنى التراب اللي بمشي عليه. انا عايزه افهم برضو يا ماما، هي فين المشكله؟ الهانم طالبه من جوزها عربيه باكتر من نص مليون جنيه، ولما قال لها ده كتير ما عجبهاش، نكدت عليه عيشته. يا بنتي يا بنتي دي بقى لها 3 اشهر مش راضيه تخليه يلمسها ولا يقرب ايه منها. يا ليلى بس؟ يلمس مين؟ هي هيصة؟ خليه قاعد كده محروم عشان يقدر النعمة اللي في إيده. يا بنتي اللي انت بتقوليه ده حرام. حرمت عليه عيشته. إيه يا ماما؟ ما أنت عارفة كويس أنا رضيت بالجوازة دي ليه؟ عشان أعيش العيشة اللي أنا عايزاها واللي أستاهلها. وإذا كان بقى قلبي فاكر إن هو مش هيعرف ينفذ لي طلباتي، يبقى غلطان ويتعلم من غلطه. يا ليلى الحياه مش كلها فلوس، في حاجات كتيره قوي في الحياه تستاهل ان احنا نكمل حياتنا عشانها. ومين قال إن أنا عايزة فلوس؟ أنا هانم ولازم يعاملني على إني هانم. وإذا كان بقى قلبي مش عارف، في غيره يعرف. يا بنتي قله الادب دي يعني ايه غيره؟ انت ناسي انك متجوزه؟ وأنا إيه اللي يخليني أفضل متجوزة؟ ما أنا أتطلق وأجيب سيده. يعني ايه تطلقي؟ إيه اللي انت بتقوليه ده؟ انت اتجننتي يا بنتي؟ تطلقي ازاي وانت عندك بنت؟ البنات دي والعيال دي تلوي دراعك انتي. تلوي دراعي ازاي؟ مش فاهمه. اوعي تفتكري يا ملك ان انا اقبل اعيش العيشه اللي انتي عايشاها. عيشه لا ليها طعم ولا لون، بتفحت زي الشغالات 24 ساعه، وفي اخر الليل بقول حرام، ما هو كله عشان العيال. طب لعلمك بقى انا مبسوطه جدا بحياه الشغالات اللي انت بتقولي عليها دي، واكيد مش زعلانه اني بضحي عشان عيالي. انتي بتكدبي عليا ولا على نفسك؟ لا بكدب عليكي ولا على نفسي يا ليلى. يا ستي لو في شويه حاجات في حياتي مضايقاني عادي، كلنا عندنا مشاكل، واني اضحي عشان عيالي دي حاجه ما تعبنيش، بالعكس. لا تعيبك، لانك يوم ما تكبري وعيالك دول يمشوا مش هيفضل لك غير صحتك اللي راحت وشكلك اللي اتبهدل، وفي الاخر هتعرفي ان انتي ما خدتيش اي حاجه خالص وضحيتي بكل حاجه. في ايه يا بنتي؟ انت مفيش حد مالي عينك ولا ايه؟ انت حتى مش عامله اختبار لاختك انها سايبه حياتها وبيتها وجايالك، عماله ترمي عليها الكلام زي الدبش. معلش يا ماما انا مش زعلانه منها، بس انا بقى عايزه اقول لك كلمتين قبل ما امشي عشان اخلص ضميري قدام ربنا. اللي انت بتعمليه ده ما ينفعش. اهدي شويه وعقلي وحافظي على بيتك وبنتك وجوزك. جوزك راجل كويس وبيحبك، عشان اللي بيتبطر على النعمه يا ليلى بتروح منه. وانا برضو عايزه اقول لك كلمتين. ما تخليش خوفك وضعفك يا ملك يسرق حياتك منك، لانك تستاهلي عيشه احسن من كده 100 مره، صدقيني.